السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معلش انا اتأخرت عليكم عشان كان النت عندي في مشكلة. النهاردة بقى ايه، انا عملت بانيه. مش هقول لكم على الحلاوة والطعامة، والله لو جربتوه زينا ما بعمله مش هتندموا. بصوا مستوي من قلبه وطري ازاي. مش هقول لكم على الحلاوة، والله ومرات ابني بتقلي فيه، بقت تاكل فيه وتقول لي طعمه تحفة يا ماما. وبيضة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى يا حبايبي كده ايه اوريكم عملناه ازاي. بصوا، ولا مش هقول، اديكوا شفتها وهي بتتقطع طريه وجميله جدا ومستويه من قلبها وحلوه قوي. انا كل اللي جبته بصلايه خرطتها، وجي نزلت بالتوابل بتاعتي، نزلت ببهارات فراخ وقلب شوربه دجاج وفلفل اسود وحبه زعتر، ورحت ماسكاهم دعكاهم كده عشان الميه، انا كل اللي محتاجاه ميه البصل. طبعا ده كله بعد ما احط البانيه وكده برمي ده كله يعني. اهو يا حبايبي بصوا، ونزلت بنص كوبايه لبن وبيضه واحده وعصره ليمون. بحط ليمون عشان ايه؟ الليمون بيخلي الحاجه يعني بتضيع الزفره، وجميل جدا، هو حلو في البانيه اصلا. وبقلب كله على بعضه. انا حطيت بيضه واحده، عصرت ليمونه وانا غسلها اصلا بالليمون. هقلبه بقى كويس. كنت غاسله البانيه برضه طبعا بالليمون وكده. هنزل بقى بكمية البانيه بتاعي وهحطه احطه شوية كده في التلاجة. انا حطيته ساعة بصراحة عشان كنت بعمل حاجات في البيت وكده، فانا سيبته في التلاجة ساعة. وطلعته طبعا. انتوا عارفين دي البقسماط يا حبايبي، عشان انا ما جبتلكوش الحتة دي. دي البقسماط انا بحط عليه كوباية دقيق زيرو، دقيق يعني بلدي، دقيق عادي. وبعوصه بقى طبعا وبقليه، وبيطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه كده، طري وجميل. ما تنسوش تجربوه.